بصي بقى بعد الفيديو ده هخليكي اشطر واحده تعملي فراخ مشويه. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونتبلها ازاي بتتبيله خطيره، ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هجيبها هنا البصل والطماطم وفلفلايه خضرا كده، هضربهم مع بعض في الكبه. بعد كده هحط عليهم فلفل احمر. تمام. البهارات بقى هنا معايا، جبت بهارات فراخ وحطيت كمان قرفه، وهحط سنه صغيره من الزنجبيل، وهحط السبع بهارات، وهحط هنا شويه كاري، وهحط شويه سماق وشويه فلفل اسود، وهحط كمان لو في دبس رمان تحطه، لو مفيش دبس رمان حطوا معلقه صغيره من العسل النحل بتدي طعم حلو جدا، وحطوا كمان ليمونتين. هندعك بقى كل الحاجات دي كده كلها مع بعض، وحطيت كمان شويه زيت عليهم. تمام. هي دي بس التتبيله بجد بتبقى طعمها حلوه جدا. في سر بقى تاني كنت عاملاه في الفراخ، طبعا بعد ما نقعتها في محلول النقع وغسلتها كويس جدا، كنت دعكاها ببصل كده بملح وفلفل، وسبتها ساعة عبال ما حضرت التتبيلة التانية. دي بتوديها برضو في حتة تانية. بعد كده بقى هبدأ اللي انا احط عليها التتبيلة. تمام. وهنا بقى انك تسيبيها من بالليل للصبح طبعا بتبقى حلوة جدا. واهم حاجة برضو بتبقي مغزغزة الفراخ بالسكينة كده علشان تشرب التتبيلة كده من جواها. هنا هسيب الفراخ في التتبيله دي من بالليل للصبح، وده اللي بيخلي طعمها حلو جدا. تاني يوم بقى هيجي هنولع عليها ازاي. برصصها في صينيه، بحط من تحتها الخلطه اللي انا عاملاها ومن فوق الخلطه اللي انا عاملاها برضو في الصينيه. تمام. ما بضيفش عليها اي ميه ولا اي حاجه خالص، هي بتنزل الميه بتاعتها وبتستوي فيها وكله تمام. بغطيها بورق فويل، واهم حاجه الفرن يبقى سخن من قبلها. الفرن هيبقى سخن من قبلها بنص ساعه كده ولا حاجه، يبقى سخن جدا. وبعد كده ههدي النار على الفراخ، هخليها هاديه خالص. ساعة بالظبط كده كانت استوت. وبعد كده قفلت الفرن وولعت عليها الشواية من فوق، وبعد كده طفيت عليها. ولو عايزين بقى تعملوا الخطوة الاختيارية دي بتاعة الفحم اعملوها، لو مش عايزين مفيش اي مشكلة. بس هتاكليها وتدعيلي، وما تنسيش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات سارة جمال. باي باي حلوين.